موضوع آخر الآن وفي سابقة خطيرة. كثر الحديث في الأيام الأخيرة في بعض وسائل الإعلام وعلى المواقع الاجتماعية عن ميلاد ما بات يعرف بالإمارة الإسلامية في معتمدية سجنان. الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وصلتها عديد التشكيات من سكان سجنان. تحولنا معها على عين المكان بحثا عن الحقيقة. الطريق إلى سجنان هذه المرة كان طويلا جدا، كان مثقلا بدعوات استغاثة أطلقها سكان معتمدية سجنان، ولم تجد أذانا صاغية، فكان ملاذهم الأخير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تحولنا معهم إلى سجنان السجينة أو سجنانستان حسب ما يطلقه عليها عدد من سكانها. تحولنا لنستجلي حقيقة ما يجري بعد أن راجت أخبار عن تحولها إلى إمارة إسلامية. كانوا في انتظارنا على مشارف المعتمدية ليروا لنا حقيقة ما يحدث داخل أسوار المعتمدية. أكثر من اختيار المنعرج في سجنان، ولت مشاكل معنا مش حكاية إرهاب اللي يحكوا عليه في أفغانستان وأسامة بن لادن. بالحق احنا ولت ماش إرهاب، إنسان يخرج البر يخاف على روحه، إنسان يتكلم في التليفون يخاف على روحه، أنت إنسان يحجزوه 24 ساعة ولا قداش، وفي قهوة كاك ومسكرين عليه والقصاص الحاكم نكلموه في منزل بورقيبة في بنزرت في كذا، يقول لك يا ولدي ودي ندافعوا على أرواحنا نضربوا، يقول لي ما نجم نقول لك شيء، ما نجم نقول لك حتى شيء، كلمنا المنطقة كلمنا كل شيء. يا ولدي هو حاصرين الراجل ولد عمي باش يقتلوه. زوز ولد خالي فهمت يضربوا فيا، حجزت عليه فهمت، قلت ولا يعني اني عندي كهرباء فهمت، جايبوا الكهرباء من عنديك فرضوني كسروا لي الكهرباء وحوسروني حتى ل 24 ساعة، حتى نجي الحاكم باش هزني المنزل بورقيبة فهمت في القهوة كسروها وكل شيء. واصلنا الطريق ودخلنا سجنان التي أصبحت اليوم سجنا للفقر والخصاصة وسجنا كذلك تديره هذه المجموعة التي نصبت نفسها حمية للدين، وهذا هو المقر الذي حولوه إلى زنزانات يحتجزون فيها من يرونه خارجا عن طاعتهم ويطبقون فيها أحكامهم، وأشرف هو واحد من ضحاياهم. شدني بالواحد بالسيف، وقت كي حاب يضربني بالسيف شديت له السيف من هنا تفرج كيفاش. حتى مشيت باش نشكي، باش نعطي بنزرت باش نشكي، هبطوني من الواجن وباب، قالوا لي راك باش توصل تشكي غاديك، راك تروح راك الدار باش تلقاها شعل. وثم حتى تو كي خرجت من السبيطار ومازالوا يهددوا فيه. خويا عايشونا في رعب، يشوفونا مع محل. حتى الحاكم لهنا مشيت للحاكم قال لنا ما عندنا ما نعملوا له. هم يضربوا قدام المركز وعندهم حبس لهنا يهزوا فيه للعباد ويهزوا العباد غاديك ويضربوا معناها هم ولوا حاكم في البلاد. حاولنا الاتصال بواحد من هذه المجموعة، لكن أخبرنا الأهالي أنهم تحصنوا بالجبال بعد أن راجت أنباء عن تعزيزات أمنية ستصل المعتمدية. دخلنا سجنان باحثين عن حقيقة وخرجنا منها بألف سؤال وسؤال: من يقف وراء هذه المجموعات، أم أنها مجرد تصرفات فردية؟ والأهم من كل ذلك، ما موقف الحكومة منها؟